السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم مبرمجين عاملين ايه؟ أنا يوسف صبري وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة يوسف كودز. النهارده يا شباب هنكتب مع بعض كود بسيط جدا وهنعمل مشروع بسيط وهو عبارة عن آلة حاسبة بسيطة بلغة بايثون، فما اطولش عليكم ويلا بينا. طيب يا شباب يلا بينا نبدأ المشروع بتاعنا. أول حاجة هندوس كليك يمين وندوس نيو فايل عشان نعمل فايل نكتب فيه الأكواد بتاعتنا، نسميه مثلا calculator.py، وهنا بقى هنكتب الاكواد بتاعتنا. طيب اول حاجه هنكتبها ان شاء الله هتبقى ايه؟ محتاجين يظهر رساله لليوزر، يقول له مثلا ان دي او برنت مثلا welcome to the simple calculator. دي زي رساله ترحيب كده باليوزر، بس بعدها هنطبع له برضو ايه تاني؟ print. هنقول له variable operations، هي العمليات المتاحة يعني، بس هنعمل البلس اللي هي add، بعدها الماينس اللي هي subtract، وبعدها التايمز دي اللي هي المالتبلاي، بعدها آخر حاجة الديفايد، ونكتب له ان دي ديفايد. بعدها هننزل سطرين، هنكتب بقى بعدها ايه الانبوتس بتاعنا. لو نمبر 1 اللي هي اختار نمبر يعني equal، تكتب ايه؟ تكتب float. ليه float؟ اللي هي نقدر نكتب زي ديسمال، اللي هو زي مثلا ايه، زي 3.22 كده، مثلا 4.5 كده، عشان نعرف نكتب البوينت دي. طيب float ونفتح قوس نكتب input اللي هو اللي هيدخله اليوزر. بس هنقول له دخل ايه بقى؟ هنقول له enter the first number، حط نقطتين في بعض كده وتنزل الاو بي اختصار اللي هي operation، تكتب equal. ده ايه؟ هتكتب input على طول بقى مش float عشان دي مش float، بس input. هتقول له ايه؟ هتقول له enter the operation وتضيف له الاوبريشنز بتوعك اللي هي ايه؟ اللي هي البلس والماينس والمالتبلاي والديفايد. خلاص تحط نقطتين في بعض كده وتنزل تاني هتكتب نمبر 2. معلش بس طول عليك شويه. فلوت نفس اللي فوق بالظبط. انبوت ممكن اخدها كوبي بدل الكتابه، بس هتبقى ايه؟ هتبقى سكند نمبر بقى مش فيرست. حلو اوي كده، احنا خلصنا الانبوتس بتاعنا. بعدها بقى هندخل في ايه؟ ندخل في اف اللي هو لو الاو بي اللي هي الاوبريشن دي اللي هي الانبوت ده ايكوال هو بيساوي مثلا حاجه معينه، ايكوال ايه؟ البلس. لو هو دخل بلس نحط نقطتين في بعض عشان دي لازم، وننزل تحت. معلش يا شباب بس هنمسح القوس ده عشان ده مش موجود معانا. بس هيطلع له ايه بقى؟ هيقول له ان result النتيجة يعني equal number 1 plus number 2. حلو، ادي دي واحدة. وبعدين هنكتب elif اللي هي لو مش دي تبقى دي، لو دي يعني الاو بي equal الماينس اللي هو دخل الماينس، وننزل تحت نكتب result equal number 1 minus number 2، بس كده. وهنا برضو ال اف ال او بي
equal ال multiply، هنكتب ال result هتبقى equal number 1 multiply number 2. اخر حاجة بقى نكتب elif ال OB equal ال divide. ننزل كده وهنكتب دي، بس في حاجة احنا عملناها غلط هنا، ان احنا كتبنا equal واحدة. طيب مش مشكلة، نكتب الديفايد نحط نقطتين في بعض وننزل result equal number 1 divide number 2. بس كده. بس في حاجة، ان احنا لو نزلنا كده جوه الحالة دي اللي هي حالة ال F دي، هنكتب ايه؟ هنكتب حاجة تانية، هنكتب if، هقولك دلوقتي هنكتب ايه. if number 2 equal، if number 2 علامة التعجب دي equal، ده اللي هو لو ما كانتش زيرو، عشان طبعا ما ينفعش نقسم على زيرو، فلو ما كانتش زيرو علامة تعجب واللي يساوي دي معناها اللي هو لو ما كانتش، اللي هي not equal زيرو، هتعمل ايه؟ هتقسم عادي جدا result equal number 1 divide number 2 عادي جدا. حلو. غير كده هنكتب بعدها تحت، هنرجع كده عشان ايه؟ تبقى تحت الاف، فاهمين؟ بس هنكتب else اللي هو لو مش كده، يعني اللي هو لو دخل زيرو نحط نقطتين فوق بعض، هيطلع له ايه؟ هيطلع له ان result equal error ونكتب definition by zero is not allowed. بس كده. وتنزل كده، وهنقولك نكتب حاجة تانية برضه، هترجع بقى ايه 2 كده عشان تبقى ايه تحت الافات دي. حلو، مش تحت دول بس. وهتكتب else اللي هو لو ما دخلش رقم، مثلا لو دخل مثلا بدل التايمز دخل شباك، لو دخل نمبر 2 مثلا دخله حاجة تانية، فاهم؟ دخله حروف. فلو عمل اي حاجة من كده هتقول له ايه؟ عشان مش ده وارد، فلازم التطبيق بتاعنا يبقى كامل. بس تكتب له result equal invalid operation. بس كده. بعدها تنزل تحت 2 كده، في حاجة مهمة بعدها هنكتب print عشان result كل ده variable. حلو، فاحنا ايه لازم نطبعه له بقى عشان يظهر. بس فهنكتب ايه؟ هنكتب ان result ونخرج بره دي ونكتب ايه اللي هي الشرط دي او الكوما دي، ونكتب بعدها result اللي هو الفاريبل بتاعنا. بس كده المفروض ده الكود بتاعنا. كود حرفيا ما كملش 23 سطر، وفي سطرين هنا كمان ما فيهم سبيس، فحوالي كده 20 سطر. طيب يا شباب، زي ما قلنا كده خلصنا الكود، يلا بقى نشغله. نستنى شويه وكده اشتغل معانا تمام. بيقول لك اهو ويلكم تو ذا سيمبل كالكوليتور. بص مالكش دعوه في الحته اللي فوق دي، الحته اللي فوق دي بيقول لك انت مخزن الفايل ده فين، الفولدر ده فين كده يعني. بس فبيقول لك هنا ويلكم تو ذا سيمبل كالكوليتور a variable operations اللي هي الاد والماينس والمالتيبلاي والديفايد. بيقول لك enter the first number، مثلا هدخل 5. بيقول لك enter the operation، مثلا دخل التايمز يعني في enter the second number، هندخل 5 برضو، هيطلع لك النتيجة اللي هي ايه 25. بس لو عايزين نشغله تاني، نشغل هنا، ندوس هنا تاني
بس ظهر لك اهو. بس بيقول لك مثلا انت the first number ندخل مثلا 2.3. الاوبريشن مثلا هتبقى ماينس ايه، ماينس نشوف هيطلع نيجاتيف ولا 5.6. طلع لي نيجاتيف اللي هي نيجاتيف 3.3. يلا نشغله تاني لاخر مره. بص هو اللي فوق ده بيتحفظ برضه. وهندخل مثلا رقم اللي هو 4، هنعمله ديفايد، هنعمل 0. بص قالك ايه، طلع لنا ايرور. ليه طلع لنا ايرور؟ علشان ما ينفعش الاسم على 0 زي ما قلنا. بس كده. وندوس نجرب تاني لاخر مره. هندخل مثلا 1.8 ومثلا اوفر اللي هي ديفايد 9. طلع لنا اللي هتبقى ايه 0.2. وبس كده، وده كان مشروعنا النهارده. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش بقى تعمل لايك وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت، ولو عندك اي فكره فيديو عايز نعملها اكتبها لي تحت في التعليقات وارد عليك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.